لسه زعلان من نتيجة الثانوية بتاعتك؟ حاسس إنك فشلت وإن مستقبلك ضاع؟ هل الثانوية محور الكون؟ ليه بنذاكر ومش بنلاقي؟ هل ده مقصود؟ هل هي نظرية مؤامرة؟ لو أنت كنت ثانوية السنة اللي فاتت فالفيديو ده ليك. اسمع الانترو وتعالى. السلام عليكم. نتيجة الثانوية طلعت الأسبوع اللي فات، والبيوت في مصر تلاتة: بيت فرحان وبيت زعلان وبيت ملوش في الاتنين. والطلاب بيتقسموا تلاتة: الأول فوق ال90، والتاني ناجح، والتالت تقدر تقول لم يوفق. جبت 90 مبروك يا دكتور، مبروك يا باشمهندس، أنا كنت مراهن عليك، أنا ظني ما بيخيبش أبدا، وكلام من ده كتير. جبت تحت ال90 مبروك، وكأنك فشلت، وكأن دي نهاية الكون، وكأن نجاحك في الحياة واقف على نجاحك في الثانوية، وكأن الثانوية هي محور الكون. خلينا متفقين ان النجاح في الثانوية والمجموع العالي دي حاجة حلوة، بس هنا حط نقطة والسطر خلص بعد ان النجاح حلو، مفيش بعد كده. حياة الكلية ملهاش علاقة بالثانوية نهائي. نعرف ناس سقطوا في سنة أولى طب عادي، ودول كتير، ومش لازم يكون غش في الثانوية، لأ عادي بيكون ذاكر واجتهد وربنا وفقه ودخل طب وسقط في سنة أولى. هنا عايزين نعرف النجاح، عايزين نحط بوصلة للنجاح. النجاح بيكون على مدار حياتك كلها، مش ثانوية ولا كلية. وإن كانت المشكلة الأكبر إن الجيل الكبير من آبائنا وأجدادنا فاكرين إن المستقبل في الوظيفة، وما تقدرش تلومه على كده. أيامه كانت الوظيفة هي المستقبل، وللأسف ده مش الحال دلوقتي. في البداية خلينا متفقين على حاجة: إن النجاح والتوفيق بإيد ربنا، وإننا مش بإيدنا أي حاجة. قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وده النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بينا احنا؟ وبما ان النتيجة دي قدر من ربنا، يبقى لازم نتعامل معاها بما يرضي الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نجحت أيا كانت النتيجة، ترضى بما قسم الله لك، وتصبر على ما فاتك، وتشكر ربنا على ما أعطاك، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هتعيد السنة، يبقى لازم تصبر وترضى، واحذر إنك تسخط على ربنا. ولا تيأسوا من روح الله، ولا تيأسوا من روح الله، ولا تيأسوا من روح الله. ونرجع للنقطة بتاع الشغل والكارير والكليات: طب، هندسة، صيدلة، زراعة، علوم، تجارة، حقوق، تربية. خليك دايما فاكر الجملة دي: المؤمن كالغيث أينما حل نفع. مكان ما ربنا حطك هتشتغل وتطلع أحسن ما عندك، وتنجح في المكان اللي ربنا هداك ليه. وحط في دماغك إن الأرزاق بيد الله، وإن أبهاتنا مش دكاترة ولا مهندسين، ومع ذلك هم أحسن ناس في الدنيا. ما تقسوش على أولادكم، وخصوصا لو انتوا عارفين انهم تعبوا وعملوا اللي عليهم. فكرة النظام الجديد والامتحانات والضغط النفسي والبدني، احمد ربنا ان ابنك طلع منها سليم. ما تكونش سبب انك تضغط عليه. كفاية المجتمع في الوقت ده كل الناس حرفيا بتحاربه، خليك انت في ظهره. وانا عارف انك عايز مصلحته وخايف على مستقبله، بس صدقني محدش يعرف مستقبل ابنك فين غير ربنا. هو سبحانه وتعالى اللي يعرف الخير فين. لله أرحم بعباده منكم. واسمع قول الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. الرزق ما تعرفش هيجي منين، من كلية، من شغل بره، من سفر. ربنا هو اللي خلقنا وهو اللي هيرزقنا. رزق ابنك فلوس، صحة، تعليم، ستر. ما تعرفش رزق ابنك فين. الرزق من الله، ربنا خلقنا وهيرزقنا. ما تشيلش هم وتشيل ابنك معاك. وما تنساش قول الله تعالى: نحن نرزقهم وإياكم. كده خلاص تقدر تتفضل يا حاج. عايز ابنك في كلمتين:
ركز بقى معايا عشان دي اهم نقطة في الفيديو. انا عارف انك بتقول دلوقتي انك تعبت وعملت اللي عليك وربنا ما عطاكش اللي تستحقه. اول حاجة استغفر ربنا من الكلام ده وركز معايا في الكلمتين دول. الله تبارك وتعالى يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. كل اللي عليك هو السعي وفقط، النتيجة دي مش بتاعتك. انت عملت اللي عليك وده ثوابه كبير قوي عند ربنا، وزيد على اجتهادك الصبر والشكر والرضا. طب والله يا بختك بالثواب اللي خدته. قيل في الخيرة وتظن أنك حرمت والحقيقة أنك رحمت. نيجي لآخر نقطة في الفيديو. انت تعبت واجتهدت ورحت دروس وركبت مواصلات وعديت من امتحانات، جاء الوقت انك ترتاح شوية، ترتاح نفسيا وبدنيا وذهنيا. بطل تفكير في حاجة مش بإيدك. المستقبل ده بإيد ربنا، الرزق مش بإيدك، المستقبل مش بإيدك، النجاح والفشل مش بإيدك. دع الأمر لمدبر الأمر. دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قوم ادعي وقول له: يا رب أنا سعيت واجتهدت زي ما أنت ما أمرتني يا رب، وراضي باللي قسمته لي يا رب، ووفاني في اللي جاي. قوم ادعيه، وأنت ليه غيره؟ ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ادعيه وتأكدوا إنه يرضيه. الحديث اللي جاي ده حديث عجيب، لو سمعته بس هتفضل تدعي طول الوقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحيا يرفع الرجل يديه فيردهما صفرا خائبتين. قوم صلي ركعتين وادعي ربنا باللي انت عايزه، ادعي دنيا واخره. يا ايها الناس اتقوا الله واجملوا في الطلب، فان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وان ابطأ عنها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. واخيرا وانت بتدعي افتكر اخواتك، ما تبطلش تتكلم عنهم وتوصل رسالتهم، ولو تعرف تساعدهم بالتبرعات ساعد. بص يا صاحبي، ركز على حلمك وهدفك. هدفك انك تنجح في الحياة مش في الثانوية. قوم اسعى وهات اخرك واستمتع بالرحلة. المتعة في الرحلة مش في النتيجة. وهنا في مقولة جميلة بتقول: إن الله يعطي أقوى معركه لأقوى جنوده، فأبدع في معركتك. وما تنساش هدفك الأكبر والأسمى رضا الله والجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.